لو عايز تخسس منطقه معينه بس في جسمك. اولا جسمك ذكي جدا، اول لما بتخس او بتنزل نسبه دهونك جسمك بيخس كله على بعضه. وطبعا كل واحد فينا عنده منطقه بتكون اسمها الدهون العنيده، او دي اكتر منطقه جسمه بيخزن فيها دهون حسب جينات جسمك وكل ده. واللي هقول لك كلام من الاخر من خبرتي مع العملاء عندي، غالبا لما بتوصل نسبه دهون 15% لما تكسرها صعب قوي يكون لسه عندك الزيادات دي، وبتكون مناطق الدهون العنيده دي اخر حاجه بتنزل في جسمك وانت بتنزل في نسبه الدهون بتاعتك. انما بقى اللي يقعد يقول لك تعالى اقول لك تمارين بطن تنزل دهون البطن، وتمارين مثلا للشيست عشان تنزل دهون الشيست، تمارين مثلا للرجل عشان تنزل الدهون اللي في الرجل او الافخاذ، فالكلام ده كله غلط. وطبعا الجلسات بقى زي الكافيتيشن والكرايوثيرابي، ومثلا في برضو انواع حقن زي الميزوثيرابي والكلام ده كله، كل الحاجات ده فيري لو ايفيدنس، او الابحاث اللي اثبتت انها فعاله قليله جدا. فاختصارا عشان ما تلفش وتدور، الحل في الدايت والتمرين. وطبعا لو عايز حد يعمل لك نظام الدايت والتمرين بتاعك بشكل كامل ما تترددش تتواصل معايا.